مش هقضي بقى اليوم وانا اظبط فيكي. يعني انجزي، مفيش وقت. خديجة لو صحيت دلوقتي هنبقى في الضياع انا وانتي كده. تمام، اثبتي عندك واوعي تتحركي تاني، اوعي. شايفاكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيمينيستاتي الحلوين وسيداتي انساتي ومش سادتي ladies and gentlewomen وزوت من، يلا بينا نبدأ علشان وحشتوني كالعادة. جايبالكم النهاردة ان شاء الله بإذن الله اسهل واسرع وابسط واقوى سلاح ممكن تدافعي بيه عن نفسك ضد الذكور الضالة اللي في الشوارع. وهنا اقصد بالذكور الضالة اللي في الشوارع المتحرشين، السارقين، حرامية اللصوص، قتالين القتلة، الناس اللي هي بتخطف دي اللي هم خطافين. المهم، سلاحنا النهارده الاول قبل ما اقولك على ايه هو واستخدامه، طريقة استخدامه، يا ريت تتأكدي ان انت الاول في خطر. ما ينفعش نستخدمه غير للضرورة القصوى. انا مش قلتلك ما تتحركيش؟ ايه الرخامة دي؟ اثبتي. هكتفها. ما ينفعش تستخدميه غير في الضرورة القصوى. يعني لولا ما تتأكدي ان انتي خلاص في خطر، لولا ما هتستخدمي سلاحنا ده. طيب عشان ايه بقى ايه ما اطولش في الكلام عليكم وننجز في الموضوع، تعالوا نقول لكم ايه السلاح ده وهتستخدميه ازاي. ده هو السلاح بتاعنا. طب ده ايه؟ انت جايه تهزري معانا هنا ولا ايه؟ جايبه لنا جزازه سبراي وتقولي لنا سلاح ومش سلاح؟ دي اللي انت هتحتاجيها يا ست الكل. هتحطي فيها ايه؟ دي فيها ميه على فكره ساده، انا لسه ما عملتش السلاح، فايه لسه هعمله. دي اللي احنا محتاجينها، جزازة سبراي. اي جزازة عندك بتاعت سبراي تكون بغطا، تمام، هتجيبيها. ولو كانت يعني بتاعت برف او اي حاجه تشطفيها كويس، ومش شرط لان احنا مش هنستعملها في حاجه يعني لينا، احنا هنستعملها ضد الذكور الضاله زي ما قلنا. هنعمل بيها ايه بقى؟ هتجيبي فلفل اسود، ولو ان من رايي الفلفل لا، بس انت لو مضطره يعني لو ما عندكيش اللي هو الشطه اللي هو ايه الفلفل الحار الهوت تشيلي، لو ما عندكيش منه ممكن تستخدمي الفلفل الاسود. المهم اي حاجه حراقه، الفلفل الاسود، شطه حمراء اللي هي مطحونه، او الفلفل الاخضر الحامي، فلفل اخضر اللي هو القرن الطويل ده الرفيع، عارفينه هو ده. هتعملوا ايه؟ هتجيبوا ده هتقطعوه وتحطوه في الهاند بلندر ولا في الخلاط ولا في الفود بروسيسور ولا في اي حاجه يعني المهم انكم تطحنوه مع شويه ميه، مع رشه ملح، رشتين 3 4، وايه كوبايه ميه مثلا. وخلينا نقول ان احنا هنستخدم الهاند بلندر ليه؟ عشان كوبايه الميه حجمها صغير فهيمشي معها الهاند بلندر. ما علينا، انا بحكي كده ليه؟ كالعاده بطاطا، سيبكم مني. المهم، فانت ايه هتجيبي قرن الفلفل او الشطه الحمراء او المطحونه او الفلفل الاسود مع شويه ميه ورشه ملح وفصين توم عشان النكهه، مش هنحرمهم من حاجه، وتحطيهم كلهم في الخلاط او الهاند بلندر، وتطحنيهم. وبعد كده هتجيبي مصفى وهتصفيهم. ركزي معايا، فلفل
طبعا الحاجات اللي هي مطحونه، الفلفل الاسود او الشطه المطحونه الحاره، دول مش شرط ان انت تحطيهم في الخلاط. دول هتحطي عليهم الميه والملح وفصين الثوم، تهرسيهم كويس وتحطيهم بتاع ده فيهم برضو مع ميتهم بكل ما ليهم، وتسيبيهم كده ايه طول الليل ياخدوا ويدوا مع بعض. ماشي. اما بالنسبه بقى للشطه اللي هي الخضراء الهوت تشيلي، دي بقى هتقطعيها قربا قربا وتروحي تطحنيها مع المكونات اللي قلت لك عليها. ورشه الملح، هنا الملح ليه فايدتين، ما تنسيناش رشه الملح. الملح هنا ليه فايدتين. الفايده الاولى انه هيحفظ لنا الخلطه دي لاطول وقت ممكن علشان ما تبوظش. الفايده الثانيه ان يلا بقى برضه لازم نشوف نراعيهم في النكهه شويه. ماشي. هتعملي ايه بقى؟ هتسيبي اللي انا قلت لك، المكونات اللي قلت لك عليها دي كلها هتعمليها من بالليل، هتسيبيها بقى لغايه الصبح. في الصبح بقى هنصحى الصبح من نومنا، هنعمل ايه؟ هنجيب مصفى الصغيره دي اللي بنصفي بيها المشروبات، وهنعمل ايه؟ هنصفي الخلطه دي قبل ما نحطها في جزازه السبراي. ليه؟ طب هنصفيها علشان ايه؟ ما تسدش اي حاجه او تعمل لنا اعاقه لما ناجي نعمل كده نبخ. ماشي. فعشان البخه دي تشتغل بكل سلاسه لازم نصفيها. فانت هتصفي الخلطه، عشان كده قلت لك برضو نقعيها طول الليل، لان بالنقعان دي احنا طبعا هنشيل المواد اللي كانت فيها. فاحنا ايه النقعان ده هتكون الميه خدت من الخصائص بتاعه المكونات دي. تمام. هنصفيها، وبعد ما نصفيها هنحطها في جزازة السبراي. نجي بقى للجزء ايه؟ الجزء الاحلى في الموضوع. I like it. دي الحتة اللي هي ايه؟ يلا نكمل. المهم دلوقتي احنا حطينا الخلطة في البتاع بتاعت السبراي، الجزازة بتاعت السبراي. هتحطي جزازة السبراي دي في شنطة يدك. كل ما انت طالعة يعني دي هتبقى زي الموبايل في ايدك او في شنطتك، هتبقى من اساسيات شنطة اليد بتاعتك. ماشي. ما تطلعش منها، زيها زي الموبايل، زي المحفظة، زي البطاقة، اعتبريها من الاساسيات زي ما قلت لك. المهم ان كل ما تاجي طالعة في الشنطة ما تطلعش من الشنطة. بس دي حد مسلط عليا عشان كده مبحبش اصور بالنهار، ما علينا. تعالي بقى نشوف هنستخدمها ازاي. فلنفترض دلوقتي ان انتي ماشيه في الشارع وظهر لك اي حد يعني حرامي عايز يسرقك، متحرش، حد عايز يخطفك، اي حد يتعرض لك، بس تاكدي زي ما قلت لك ان انتي 3 كيلو ب20، ما امبارح كان 4 كيلو ب20. مش عايزين، ما علينا. اتاكدي زي ما قلت لك ان انت مضطره انك تستخدمي الخلطه دي. ليه؟ لانك هتفتحي بكل ثقه جزازه السبراي دي وهتروحي تعامله ايه؟ هتنشني على وشه سن نمله الدباله اسفل منتصف الهدف. لا، انت بقى في نص ومنتصف الهدف في وشه، تروحي ايه مدياله فش كده، بس في الضروره القصوى. ليه؟ لان انت كده ايه؟ هتعملي له ايه؟ هتعملي له شلل مؤقت، يعني هياخد معاه وقت. يا عالم بقى هيطلع بعد كده من وراه ايه؟ التهاب ولا ايه؟ الله اعلم بقى، مش قصتنا. عشان يحرم ما يعمل معاكي حاجه غلط تاني. بعدها هيتوب الى الله. اول ما هيشوف بنت ماشيه في الشارع هيمشي تحت الحيط، مش جنبها، تحت الحيط. فانتي هتعملي ايه؟ دي في شنطتك زي ما قلنا. اول ما تحسي بالخطر هتعملي وضع الاستعداد، هتستعدي، تفتحي الشنطه وهتحطي ايدك فيها. ماشي. وهتمسكيها. اول ما يقرب عليك الخطر
احنا لغايه دلوقتي تمام. لو هو بيتكلم كلام مش هنستخدمه، لكن اول ما يجي يمد ايده هو حر بقى، هو اللي عمل كده لنفسه، هو اللي جاب ده لنفسه. ماشي، انا نفسي ادي اللي متسلط عليا ده انزل اديله بخ. ماشي. بعدها ايه؟ هترشي زي ما قلنا، هترشي على وشه، ولازم يكون اتاكد ان يكون البتاعه دي غطا. ليه؟ هي في شنطتك. ليه؟ علشان ما تدلكش يعني وتبوظ لك الدنيا جوه الشنطه، فلازم تكون بغطا. تمام. وتاكد ان هي شغاله عشان ما تبقيش في الموقف لا تحمدي عليه. اتاكدي ان هي شغاله علشان ما تبقيش يعني قبل ما تطلع من البيت تتاكد ان دي شغاله عشان ما تتحطيش في موقف لا تحمدي عليه. ماشي. قلنا ايه؟ قلنا هنستخدمها في الضروره القصوى. هندي رشه. لا، ما هو واقف قدامنا زي ما هو، والمفروض ان بعد ما ندي اول رشه ان هو يوجع زي الصرصار، ولما تضربيه ويبقى على ظهره، او لما ترشي مثلا اي حشره بالمبيد بتاع الحشرات. مش ايه اللي بيحصل؟ ان هي بتوجع في الارض ورجليها بتبقى فوق وتعمل كده، هو المفروض يبقى بالمنظر ده. بس ما بيجيش بالمنظر ده اديله رشه تانية مفيش مشاكل. بس لازم ندلع بشرته. ماشي. بعدها بقى ايه؟ هتبقي انت حرة التصرف. يعني عايزة ترنيه العلقة المتينة فين يوجعك وهاتك يا شلالته ويا بوكسته ويا عيشي حياتك. وقلام بقى، قلام 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 قلام. قولي عشان تحرم ما تعمل كده تاني، يا قليل الادب، يا عديم قولي كل اللي نفسك فيه واديله العلقه المتينه. عايزه بقى وبعد كده بقى جرجريه على مركز الشرطه. عايزه تاخديه من الاول للاخر، تجريه توديه قسم الشرطه براحتك. عايزه تسيبيه وتجري معاكي وقتك، ما تجريش، امشي براحتك معاكي وقتك، لانه الوضع اللي هيبقى هو فيه مش هيعرف يقوم منه بسهوله غير بعد وقت، الا اذا لقي مصدر ميه قريب او حد ساعده. تمام. انا عن نفسي هبقى اخد معايا ازازه ميه عشان اقول له اهي الميه، بس مش هديها لك. عارفين التعذيب اللي بيجيبوه كده في المسلسلات والافلام؟ اصبها قدامه. المهم. تمام. عايزه تلم علينا عبيدك يا رب بقى. اعمل اللي انت عايزاه، بس نصيحه مني تانية، جرجريه على قسم الشرطه او مركز الشرطه اللي انت قريبه منه، اقرب مركز انت قريبه منه، وخليهم ياخدوه. ليه؟ لانه هو لو انت مثلا متعوده انك بتعدي في المكان ده او هو عارفك، فهو بعد كده مش هيسيبك في حالك. ماشي. دي حاجه. الحاجه التانية، بس انت برضو مش هتسيبي السلاح بتاعك من ايدك. الحاجه التانية ايه الحاجه التانية؟ بس كنت عايزه اقول لكم ايه الحاجه التانية، تصدقوا مش مهم. المهم ان السلاح ده رهيب. انا عن نفسي هعمله وهحطه في شنطتي وهحطه في شنطه بناتي. هعمل لهم لكل واحده واحده، لكل واحده واحده، لكل واحده واحده، لكل واحده واحده. مش بنطلع منه، مش بنطلع من البيت من غيره. هي كده، مش بنطلع من البيت من غيره. تمام. بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق. ويا ايتها الذكور، ولا ايها، لا ايتها مش هتفرق اساسا، دول مش رجاله. يا ايتها الذكور الضاله تقهقروا فنحن قادمون. من النهارده كل واحده فينا هتمشي بكل ثقه في الشارع بدون خوف. استعنا على الشجا بالله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي. إلى لقاء في خطة جديدة إن شاء الله.